صابر. اللي عملته فيهم مش هيعدي بالسهل. الحرب اللي بدأت دي ما حدش هيقدر يوقفها. اهلا وسهلا بكم اعزائنا الغاليين مع الحلقة السادسة من مسلسل المداح اسطورة العودة. اسطورة العودة من كلام كده عودة الجن، لكن اغرب مشهد هتشوفوه هو المشهد ده، المشهد زواج مرات حسن اللي كانت مرات حسن، واللي وصلت بيهم البجاحة اللي هم الجن ان هم يسيطروا على عقله لدرجة انه يشهد على عقد زواج زوجته السابقة منال. واقنعوه ان خلاص يعني الامور لازم تبقى كده وانت راجل تمام وزي الفل، في الوقت اللي حسن بيواصل البحث عن القوة اللي يستطيع من خلالها انه يواجه هؤلاء المرضى والشياطين او الجن اللي بيحاربوا واللي سيطر على كل حبايبه، عيلته المحيطين بيه، اخته، سووا لاخته انها تقتل بنتها وفي الاخر تقتل نفسها، لكنه وجد ضالته في النهاية في هذا الكهف في المقبرة القديمة، في انه وصل الى السلسلة او الحاجة اللي هتوصله لمجابهة ومحاربة هؤلاء السلسلة بتاعة الشمس المجنحة، اللي عن طريقها شاف الجيش اللي بينتظره وبيطلب منه وبيقولوا له النصر يا مداح، النصر يا مداح. النصر يا مداح معناها ان احنا في انتظارك ان انت تقودنا، او انت اللي هتستطيع تصل، ربنا هيعطيك المدد والعطاء علشان تقف في وجه هؤلاء سميح واعوانه، او الشيطان الاكبر واعوانه صخر وامثاله، اللي وصلوا كل حبايبه ان هم يتخلصوا من نفسهم ويضع الفرقة، حتى بانه لدرجة انه يصل الى بيت صابر نفسه ويسيطر على زوجته رحاب ويخليها تعمل افعال اكيد هيكون فيها ضرر لحسن، ضرر لصابر المداح. وفي النهاية كل ده هيكتشف، لكن هو الصراع بين الحق والباطل، بين الشياطين والعالم الإنس، بين الجن أو المرضى اللي دايما كل حياتهم هم الإيذاء لبني آدم.